السلام عليكم. كده فات تقريبا 5 شهور على انشاء القناه بتاعتنا، والفيديو بتاع بكره ان شاء الله هيبقى الفيديو رقم 20. احنا لما جينا نطلع بالقناه بتاعتنا بصينا على المحتوى اللي حوالينا. عندك المحتوى بتاع ريفيوهات العربيات التقليدي، عندك المحتوى بتاع مجموعه العربيات الاكزوتكس هم واصحابهم والقصص بتاعتهم، عندك المستوى السبونسرد او المدفوع او اللي بيخدم صاحب مكان او بيبيع او معرض او حاجه زي كده، واخيرا عندك مستوى الهواة اللي هو بيطلع بقى بيصور العربيه بتاعته وهو بيجري، بيجيب سرعات، بيعمل حاجات خطر في الشارع، بيعمل حاجات علشان يجيب مشاهدات. فده المحتوى اللي كان موجود حوالينا واحنا بنفكر ننشئ القناه. احنا لما جينا ننشئ القناه كان هدفنا ان احنا نخدم ثقافه العربيات اللي احنا بنحبها بس بشكل مختلف، بشكل مميز، بشكل غير ربحي. احنا لغايه النهارده بنصرف على القناه دي من جيبنا ووقتنا ومجهودنا وما بنكسبش من وراها اي حاجه. مفيش حد بيسبونسر القناه، بنتكلم على اللي احنا عايزينه وبنقول اللي احنا عايزينه، زائد ان احنا هدفنا الاول والاخير ان احنا نصحح بعض المفاهيم الخاطئه اللي انتشرت في وسط مجتمع تعديل العربيات والشباب، وان يبقى عندنا مكتبه ومرجع على القناه دي للي عايز يستعمله في المستقبل. الهدف مش وجود شخص معين على القناه، الهدف ان يبقى فيه معلومات وحاجه الناس تعرف ترجع لها لما تحتاجها وتلاقيها. وبالتالي انا جاي المره دي علشان اعلن عن 3 سلاسل جداد باذن الله هيبداوا مع اول السنه الجديده. السلسله الاولى بنيها مش شاريها، بيلت نوت بوت. انا كنت ماشي من فتره في الشارع، عدى من جنبي عربيه لامبورجيني اورس، بصيت لها كده ما شاء الله ربنا يبارك له فيها، شكرا على كده، وكملت طريقي عادي خالص. لكن لو عدى من جنبي 28 مثلا مركبه انتركولر ولا سامع صوت تربو ولا اي حاجه من الحاجات دي، انا مش هسيبه، انا هفضل وراه لغايه لما اعرف العربيه دي فيها ايه، ولو عرفت اوقفه كمان واتكلم معاه ويحكي لي عن عربيته انا هعمل كده. هو ده المبدا اللي احنا بنتكلم عليه في بيلت نوت بوت، بنيها مش شاريها. الموضوع مش بتمن العربيه، بالفلوس اقدر اشتري اللي انا عايزه واعمل اللي انا عايزه. الموضوع انا عامل ايه في العربيه وتعبان فيه قد ايه وباذل فيه مجهود قد ايه وعامله ليه، حتى لو باقل وباصغر الامكانيات. في السلسله دي هنستضيف العربيات اللي معمولها بيلدز محترمه. انا ما بتكلمش على مستوى عربيه زي العربيات بتاعت مجموعه فاج، انا مسقط 2000 تربو وكي او 3 ومتونه وشكرا على كده، لا خالص. احنا بنتكلم على بيلدز متعوب فيها ومبذول فيها وقت وجهد ومصاريف، بغض النظر عن مستوى الصرف، مش لازم اكون صارف قد كده علشان البيلد تبقى جامده. هيطلع في السلاسل دي اصحاب العربيات او ناس فاهمه او البيلدرز او التيونرز هم اللي هيتكلموا عليها، محدش هيقاطعهم، هيحكوا بالتفاصيل ايه اللي معمول في العربيات والهيستوري بتاعها، ولو عندهم صور وفيديوهات ليها، ولو العربيه دي عربيه تراك او عربيه دريفت هنوريكم الحاجات دي برضو لو عندهم الفيديوهات متاحه. كل واحد باني العربيه عربيته عامله زي الطفل بتاعه كده، ما ينفعش ان هو يديها لحد تاني يسيء استعمالها. فمحدش يتوقع ان انا هركب عربيه مش بتاعتي او اسوقها او اجري بيها واتسرع بيها على سرعات جنونيه وسط الناس وباخد غرز وبنور لهم عشان يوسعوا، ومش هيبقى فيه اختبارات تسارع للعربيه ولا اي حاجه. احنا كل هدفنا ان احنا نوري بيلدز محترمه، نحكي التفاصيل اللي فيها. اللي مهتم، اللي عايز يعرف، اللي عنده اسئله، اللي عايز يعمل اي حاجه، هيتواصل مع صاحب العربيه، هيشوف، هيتعلم، وبالشكل ده كلنا استفدنا بشكل امن، وصاحب العربيه مطمن على عربيته ومحدش هيفتري عليها. وباذن الله مع اول فيديو في السلسله دي هيعلن عن جروب فيسبوك مخصوص للقصه دي. مش هخش في التفاصيل بتاعته دلوقتي، لكن بسرعه كده هتبقى كوميونتي مغلقه، مش هدفها الانتشار ولا هدفها الشهره ولا هدفها العدد. لو 10 20 بني ادم بس، هتبقى مكتبه ومرجع فيها ثقافه تعديل العربيات، فيها البيلدز المحترمه، فيها التفاصيل، فيها الاسئله والاجابات، هنبذل فيها اقصى الجهد، وهتبقى عليها قواعد صارمه جدا علشان ننظف ونهيئ الجو للناس انها تستفيد بالمحتوى من غير اي حاجه خارجيه. مفيش بقى بوستات ضحك ولعب، مفيش بيع ولا شراء، مفيش صفحات تجار، مفيش اي حاجه من الحاجات دي خالص. وده ان شاء الله هيكون الاعلان عنه مع بدايه سلسله بنيها مش شاريها. السلسله الثانيه سميناها وجهه نظر. وجهة نظر هي مجرد قعدة صحاب بيتكلموا في مواضيع متعلقة بثقافة العربيات والسواقة والشارع وما إلى ذلك. مجموعة صحاب قاعدين بيتكلموا، ممكن يخرجوا اوف توبيك، مفيش مشكلة، كل واحد عنده وجهة نظر، مواضيع للنقاش. المشي العكسي في الشارع والقصص بتاعتنا معاه، الموتوسيكلات اللي بتقطع الشارع بالعرض، الناس اللي عمالة بترعش من آخر الدنيا وفي نص الطريق وعلى يمين الطريق عشان الناس كلها توسع لها، 340 اللي محدش بيطلع منها في الدنيا. هتبقى قعدة لطيفة، مجموعة صحاب مش بالضرورة يبقوا ثابتين كل حلقة، ومش هتبقى بصيغة البودكاست المملة الطويلة اللي هي ساعة أو أكتر. والسلسلة الثالثة والأخيرة أو هتبقى الرابعة بقى في القناة هي نقل خبرات. الطلب مننا أكتر من مرة، ما تحكوا لنا عن الموتور الفلاني، ما تحكوا لنا عن التعديل الفلاني، ما تحكوا لنا عن العربيات الفلانية. القناة دي زي ما قلنا من أول حلقة في المقدمة إن ممنوع منعا باتا فيها الهري والفتي والهبد، وإن أنا أخش أذاكر على الإنترنت مثلا وأجي أقول لك شوية معلومات أنا قريتها وأنا ما أعرفش حاجة ولا جربتها بإيدي. وهتلاقيني كتير جدا في التعليقات أقول لك ما أعرفش، أقول لك مش عارف، ما عنديش خبرة والله، اسأل فلان الفلاني، روح للمركز بتاعك، روح للتيونر بتاعك، أنا ما عنديش فكرة. ولو غلطت في حاجة انا اول واحد هيطلع يقول يا جماعه انا قلت الحاجه دي غلط وده الصح بتاعها وانا كنت غلطان. فمن باب اولى لما حد يسالني على موتور او حاجه انا ما اعرفهاش مش هطلع اتكلم فيها. لكن اللي عملناه ان احنا اتفقنا مع مجموعه اشخاص من اللي عندهم خبرات كبيره جدا في الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش واللي اتسالنا عليها، وباذن الله هتشوفوا المحتوى ده قريب جدا. ابتداء من بكره باذن الله محمد السمري معانا هيحكي لنا عن
قصه البي ام دبليو والمواتير التربو بتاعتها، في كلام جاي بعد كده عن الهوندا، في كلام بعد كده جاي عن الميتسوبيشي، في كلام جاي عن كل حاجه ان شاء الله، بس احنا نوصل للناس المظبوطين ويبقى عندهم وقت متاح ونقعد معاهم ونتكلم معاهم. سلسله نقل خبرات دي مش هتقتصر على كده باذن الله، هيبقى فيها مواقف لبعض الحاجات اللي قابلت ناس، مواقف غريبه ليها حلول غير متوقعه، هيبقى فيها تيبس وتريكس من اصحاب المراكز او اصحاب الخبرات او الناس اللي شغاله بالذات في المجموعتين المشهورين قوي من ناحيه العدد، مجموعه فاج ومجموعه بي ام دبليو وما الى ذلك. والموضوع مش مقفول على كده، مفتوح للمناقشه وممكن يكبر قدام باذن الله. ده كل اللي انا كنت عايز اقوله النهارده، ونشوفكم بكره باذن الله في اول سلسله نقل خبرات. السلام عليكم.